السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اسود الزمالك ودي اخبار الزمالك. يلا بينا على بداية الاخبار، بس قبل ما نبدأ يلا بينا نصلي على النبي. قرر الجهاز الفني للزمالك تطبيق اللائحة على لاعبي الفريق عقب الخسارة الكبيرة من الأهلي بالأمس في الدوري، حيث تقرر توقيع الخصومات المالية اللازمة وفقا للائحة على لاعبي الفريق عقب الخسارة الثقيلة. كما قرر الجهاز الفني للزمالك استمرار التدريبات اليوم بدون راحة استعدادا لمواجهة فاركو. يلتقي الزمالك مع فاركو يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري. يدرس أوسوريو مشاركة محمد عواد في مركز حراسة المرمى بدلا من محمد صبحي بعد ظهوره بمستوى متواضع أمام الأهلي. تقارير صحفية كولومبية كشفت عن وجود أزمة بين أوسوريو وبين إدارة الزمالك، وذلك بسبب عدم تلقيه مستحقاته منذ شهر مايو الماضي. وأكد التقرير أن الكولومبي لديه عرض من منتخب الهندوراس، مشيرا إلى أن المدرب يدرس العرض بجدية وسيتخذ قراره بالقبول أو الرفض خلال الساعات المقبلة. وأتم أن النادي يعمل حاليا على صرف مستحقات المدرب المتأخرة ولا نية لرحيله، خاصة وأن رغبته البقاء مع الزمالك. ذكر الصحفي الكولومبي الشهير كارلوس أنطونيو فيليز عبر إذاعة أنتينا 2 أنه تواصل مع أوساريو صباح اليوم الجمعة وأخبره الأخير بأنه قد يرحل عن منصبه بسبب ملف المستحقات. وأشار فيليز إلى أن أوساريو ليس سعيدا في الزمالك وسيدرس العروض التي وصلت إليه في حال فسخ عقده. وأكد الصحفي الكولومبي أن أوساريو يدرس بجدية بالفعل العرض المقدم له من قبل منتخب الهندوراس، مشيرا أنه سيقرر مستقبله رفقة الزمالك في الساعات القليلة المقبلة. وفقا للقاهرة 24 فقد قررت جهات التحقيق إحالة مرتضى منصور للمحاكمة أمام دائرة الجنح بالمحكمة الاقتصادية بجلسة 30 يونيو الجاري في القضية رقم 1443 لسنة 2023 جنح اقتصادي القاهرة، بناء على الشكوى المقدمة للنائب العام بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بالإضافة لإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج، وهي جرائم معاقب عليها بالحبس الوجوبي والغرامة بحسب مواد الاتهام التي أحالت بها النيابة العامة المتهم للمحاكمة. أحمد سليمان عبر فيسبوك رسالة إلى من يهمه الأمر: نادي الزمالك ينهار، الرئيس تم عزله بحكم قضائي ويباشر العمل. وأضاف: نائب قدم استقالته والأعضاء في تتابع خلفه، ومجلس الإدارة أصبح يشوبه البطلان. يدعو جمعية عمومية لوضع لائحة نظام أساسي لنادي فقد كل قواعد النظام ويخدم عليه وأولاده. وأكمل إلى صاحب القرار: رجل يعبث بأموال وكيان مؤسسة حكومية جماهيرية على الملأ العام، والنتائج لم تعد سلبية بل أصبحت كارثية ولا يعلم مداها إلا الله. وأتم: إذا كانت الجمعية العمومية قد فقدت الأمل في الإصلاح فإن الجماهير لا يمكن الرهان على غضبها، وبدأ الصبر وصوت العقل ينفذ. هذه رسالة في أذن الجميع. أحمد عمر دعبس: جماهير الزمالك العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية، أتقدم باستقالتي اليوم من عشقي وبيتي الكبير نادي الزمالك أعظم نادي في الكون. وأضاف: وأعود مجددا إلى صفوف الجماهير، كل الدعم لنادي الزمالك الفترة الجاية، عاش الزمالك، عاش حبه في قلبي. مصدر بالزمالك أكد أن مرتضى منصور يعيش حاليا في حالة غضب شديدة من قرار أحمد دعبس المفاجئ بتقديم استقالته من المجلس، وأشار أن مرتضى متخوف من تقديم استقالات أخرى في المجلس، وبالتالي وضعه في موقف محرج، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى حل مجلس الإدارة. هشام يكن: إمام عاشور ليس من اللاعبين الذين تربوا في نادي الزمالك، وهو لاعب محترم قمنا بشرائه وارتدى قميصه الأبيض وهو قميص ثقيل. صنع اسم اللاعب وتابع أي تعديل في الفريق يجب أن يكون في خطة موضوعة عندما يخرج لاعب للاحتراف. ليس من الطبيعي أن يتم التفريط في لاعب دون إيجاد البديل. السبب في رحيل اللاعب هو نفسه السبب في تراجع الفريق وسقوطه هذا الموسم. وأضاف: هؤلاء الناس ليس عندهم فكرة بعد رحيل إمام عاشور، تم التعاقد مع لاعبين قميص الزمالك واسع عليهم، لا يجب مشاركتهم بشكل أساسي مرة واحدة، هذا الكلام لا يصح. هشام يكن: الأهلي قوي بلاعبيه وعنده في كل مركز لاعب واثنين، لكن أين البدائل في فريق الزمالك؟ ما هو أعداد اللاعبين الشباب لكي يكونوا مستقبل الفريق؟ أنت عندما فرطت في إمام عاشور مع بن شرقي وساسي وطارق حامد أسقطت النادي، واختتم الآن لا يوجد متعة ولا شكل للفريق، والخطة تعتمد على اللامركزية، ومن المستحيل أن تواجه الأهلي بهذه الطريقة. أعلن الجزيرة الإماراتي منذ قليل عن استغنائه عن المحترف المغربي أشرف بن شرقي ليصبح اللاعب حرا خلال فترة الانتقالات الحالية. وكانت تقارير صحفية قد ربطت المغربي أشرف بن شرقي بالانتقال لصفوف نادي الوحدة السعودي، وذلك بعد استغناء نادي الجزيرة الإماراتي عن اللاعب.
الإعلامي طارق رضوان: إذا لم تعلنوا عن عناصر دولية مميزة لدعم الفريق قبل انطلاق البطولة العربية. وتابع: وإذا لم تكن لديكم خطة واضحة للتغلب على الأزمة المالية بالنادي. وأتم رسالته إلى مجلس إدارة نادي الزمالك قائلا: فالأفضل لكم تقديم الاستقالة. محمود أبو الدهب: كيف تتحدثون عن صفقات جديدة لنادي الزمالك وهم لا يعرفوا كيف يحافظوا على أبناء النادي الذين تركوهم ورحلوا في محنة كبيرة. وتابع: لاعبون كانوا في الناشئين ورحلوا، الذين تربوا في النادي رحلوا ولم يتم الحفاظ عليهم، كيف يتم الحديث عن ضم صفقات جديدة؟ وأضاف: اللاعبون طفشوا، المفترض تضموا لاعبين تربوا على البطولات. إسلام صادق: الأبيض مقبل على البطولة العربية وهي بطولة قوية أمام أندية قوية جدا ليرد عليه رضا عبد العال. حرام والله ما يتعبوش جماهير الزمالك أكتر من ذلك، يجب أن ينسحبوا. وعاد إسلام صادق للرد قائلا: مسؤولون في اللجنة الفنية بنادي الزمالك قبل إعلان تسريحهم كان يقال لي أن أوساريو لا يريد التعاقد مع صفقات كثيرة ليعلق عليها رضا عبد العال ساخرا: يا عم قول ليه يروح وحياة ربنا زهقنا كذب. هل جمهور الزمالك سيتحمل عناء الخسارة في البطولة العربية؟ سنواجه كريستيانو رونالدو. الحساب الرسمي لقناة الكاس القطرية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر: نادي الوحدة السعودي والزمالك المصري يتنافسان على التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. بس كده، هي دي كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده عن نادي الزمالك. اتمنى الفقره تكون خفيفه على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو، سبسكرايب للقناه، متشكرين جدا على دعمكم. لو عندكم اي ملحوظه سيبوها لنا في التعليقات. سلام.